كلنا عارفين الإحساس ده. أول الشهر بيجي المرتب بينزل في الحساب وبنحس بجرعة راحة نفسية كده لطيفة، بس يدوب كام يوم ونبدأ نلاحظ إن الفلوس دي بتتبخر كأنها ما كانتش موجودة أصلا. بنقعد بقى مع نفسنا ونسأل هي الفلوس دي طارت بالسرعة دي إزاي؟ والأصعب من كده هو الوعد اللي كلنا دايما بنقطعه على نفسنا: الشهر الجاي بقى هيكون غير وهنمسك إيدينا وندخر. بس للأسف السيناريو بيتكرر ومفيش حاجة بتتغير. في الشرح ده إحنا مش جايين نقول كلام نظري وخلاص، إحنا هنمشي على خطوات عملية جدا مبنية على علم النفس السلوكي والاقتصاد البسيط علشان نفهم إزاي بجد نقدر نبدأ ندخر في 30 يوم بس، أيا كان حجم الدخل بتاعنا. طب خلونا نتعمق شوية في أساس المشكلة. ليه دايما بنلف في نفس الدايرة المغلقة دي؟ الحقيقة إن الأزمة مش دايما بتكون في إن الدخل قليل أو المرتب مش مكفي زي ما كلنا بنعتقد. المشكلة الحقيقية والعميقة بجد هي غياب النظام المالي. يعني مجرد إننا نعتمد على قوة إرادتنا ونقول إن الشهر الجاي هيكون أحسن، ده عمره ما كان ولا هيكون استراتيجية ناجحة للتعامل مع الفلوس. غياب النظام بيعمل حالة من الفوضى، والفوضى دي نقدر نعتبرها كده زي الثقب الأسود اللي بيشفط الفلوس من بين إيدينا من غير حتى ما ندرك هي راحت فين. وعلشان كده إحنا صممنا خريطة طريق واضحة جدا. في الشرح ده هنمشي على خطوات مترتبة. هنبدأ بلغز المرتب، وبعدين هنفهم ليه الإدارة أهم من الدخل. بعدها هندخل في الشغل العملي. الخطوة الأولى مراقبة المصروفات، والخطوة الثانية تقسيم المرتب، وبعد كده تثبيت النظام، وأخيراً الطريق للحرية المالية. خلونا نبدأ على طول بالقسم الأول، لغز المرتب ووهم الدخل اللي بيختفي. في اعتقاد كده مسيطر على عقولنا كلنا، وهو إننا علشان ندخر محتاجين ظروف مثالية، يعني مفيش التزامات، أو نقول لنفسنا لما نترقى أو لما نخلص الأقساط اللي علينا. لكن الحقيقة اللي لازم نواجهها هي إن الظروف المثالية عمرها ما بتيجي. دايما هيكون في التزام جديد أو مصروف طلع فجأة. لو فضلنا مستنيين اللحظة الخيالية دي عمرنا ما هناخد خطوة واحدة. والدليل على كده إننا بنشوف ناس دخلهم بيبقى ممتاز جدا ورغم كده غرقانين في الديون آخر الشهر. المشكلة عمرها ما كانت في رقم المرتب خالص، المشكلة دايما في العقلية وإزاي بندير الرقم ده. وده بياخدنا للقسم الثاني، الإدارة أهم من الدخل، كسر الأسطورة. احنا محتاجين نغير طريقة تفكيرنا تماما ونفهم التناقض العجيب اللي بيحصل في حياتنا المالية. تخيلوا معايا كده ناحيتين. على ناحية عندنا حالة المرتب الكبير بس من غير أي تحكم. هنا بيحصل حاجة معروفة جدا في الاقتصاد، إن الاستهلاك دايما بيتمدد علشان يبلع كل الدخل اللي في إيدينا. كل ما الدخل يزيد المصاريف تزيد معاه فورا، والنتيجة صفر ادخار. على الناحية التانية بقى عندنا حالة النظام المالي القوي. حتى لو النظام ده بنطبقه على مرتب أقل بكتير، التنظيم نفسه بيخلق حواجز بتحمي فلوسنا من العشوائية، وبيحول الادخار ده لأول حجر بنبني بيه حريتنا واستقرارنا الحقيقي. دلوقتي جينا للقسم الثالث، واللي هو الخطوة العملية الأولى، مراقبة المصروفات. عايزين نتفق إن الهدف من الخطوة دي مش خالص إننا نعيش في حرمان وتقشف ونقفل على نفسنا. الهدف الأول والأهم هو الفهم والإدراك. عشان نفهم إحنا واقفين فين بالظبط محتاجين نلتزم بمراقبة مصاريفنا لمدة 30 يوم بالتمام والكمال. إشمعنى شهر كامل؟ ببساطة لأن الدورة المالية الطبيعية لأي حد فينا بتكتمل في شهر. في مصاريف كده بتيجي مرة واحدة في الشهر وغالبا بننساها في زحمة الأيام. فالمطلوب مننا في ال30 يوم دول هو إننا نسجل كل جنيه بيخرج من المحفظة من غير ما نعدل أو نحكم على نفسنا، مجرد رصد دقيق سواء في نوتة صغيرة أو على أي تطبيق على الموبايل. فترة المراقبة دي بقى هتكشف لنا حقائق ممكن تكون صادمة شوية. هنكتشف إن المبالغ الكبيرة مش هي اللي بتقسم وسط الميزانية، إنما المصاريف الصغيرة اليومية هي الخطر الحقيقي اللي بيشفط الدخل. يعني كوباية القهوة السريعة بتاعت كل يوم الصبح، الأكل الدليفري، الطلبات الأونلاين البسيطة، والاشتراكات الشهرية في حاجات أصلا ما بنستخدمهاش. كل حاجة من دول لو بصينا لها لوحدها هنقول يا سلام ده مبلغ بسيط جدا وتافه. لكن الخدعة النفسية الخطيرة هنا هي التكرار ده بيحول المبالغ الصغيرة دي لوحش خفي بياكل المرتب حتة حتة. ومع نهاية ال30 يوم من التسجيل بتيجي بقى اللحظة الحاسمة، لحظة المفاجأة. لما بنمسك الورقة والقلم ونجمع الأرقام دي بنكتشف إن جزء ضخم جدا من تعبنا وشقانا بيروح على حاجات كان ممكن جدا نستغنى عنها أو على الأقل نقللها بسهولة. التراكم هو السر وهو المشكلة في نفس الوقت. عقولنا بتستصغر أي مبلغ بندفعه في لحظتها، لكن لما يتراكم على مدار الشهر بنفهم ليه دايما بنحس بضيق مالي وليه المرتب بيخلص بسرعة من غير أي مبرر منطقي. ندخل بقى على القسم الرابع وهو الخطوة الثانية، تقسيم المرتب. دلوقتي بعد ما الصورة بقت واضحة قدامنا بنبدأ نطبق القاعدة الذهبية اللي بتقول المرتب لازم يتقسم قبل الصرف مش بعده. فكرة إننا نستنى لآخر الشهر علشان نشوف هيتبقى كام نحوشه دي وصفة مؤكدة للفشل. علشان كده قاعدة التقسيم الفعالة والمنطقية بتعتمد على 3 أجزاء بسيطة. 60% بنخصصها للأساسيات الثابتة زي الإيجار والفواتير والأكل، و20% بتتوجه فورا للإدخار ودي أولوية قصوى قبل أي حاجة تانية،
وال20% الأخيرة بنخليها للصرف الحر والترفيه، علشان برضو نضمن التوازن النفسي وما نحسش إننا مخنوقين. طبعا الفكرة دي ممكن تبان صعبة جدا في البداية، إننا نقتطع 20% مرة واحدة ممكن يكون تحدي كبير جدا مع التزاماتنا الحالية. بس هنا بقى السر، إحنا مش لازم خالص نبدأ بالرقم ده. لو ال20% كتير ممكن جدا نبدأ بنسبة 5 أو 10% بس. الفكرة هنا أعمق بكتير من مجرد الفلوس. الفكرة هي بناء العضلة. عضلة الادخار دي محتاجة تدريب زيها زي أي عضلة تانية. الاستمرارية وإننا نبني العادة دي جوانا أهم مليون مرة من قيمة المبلغ اللي بنبدأ بيه. القليل المستمر بيبني ثقتنا في نفسنا وبيخلينا بعد كده نزود النسبة وإحنا مرتاحين جدا. نوصل للقسم الخامس، الخطوات الثالثة والرابعة، تثبيت النظام المالي. الخطوة الثالثة دي هي التطبيق العملي للنجاح، وهي إننا نحول مبلغ الادخار ده فوراً أول ما المرتب ينزل في الحساب، وقبل ما ندفع أي مصروف لازم التحويل ده يتم لحساب تاني منفصل تماماً عن حساب مصاريفنا اليومية. المبدأ ده مشهور جداً في عالم المال باسم ادفع لنفسك أولاً. إحنا هنا بندفع لمستقبلنا وللأمان المالي بتاعنا قبل ما ندفع لأي شركة أو لأي خدمة تانية. السبب ورا الخطوة الصارمة دي هو إننا بنحمي نفسنا من طبيعتنا البشرية. العقل البشري دايماً بيتعامل مع المتاح قدامه. لو الفلوس فضلت في نفس الحساب وبنشوفها كل ما نفتح التطبيق على الموبايل، عقلنا الباطن على طول هيعتبرها فلوس متاحة للصرف، وهنلاقي نفسنا بنخلق مبررات ما لهاش حصر علشان نشتري حاجات مش ضرورية أصلاً. لكن لما نبعد الفلوس دي عن عينينا بنصعب على نفسنا الوصول ليها، وده بيحمينا جداً من قرارات الشراء العاطفية والمتسرعة. الخطوة الرابعة بقى هي إننا نتقبل واقع التغيير. لازم نكون عارفين إن أول شهر دايما هيكون هو الأصعب. تطبيق نظام جديد معناه إننا بنكسر عادات قديمة وبنقاوم رغبات يومية متعودين عليها، وده أكيد بيعمل شوية ضغط نفسي مؤقت. لكن الأخبار الحلوة بجد هي إن بعد ال30 يوم دول المجهود الذهني ده بيقل جدا، والموضوع بيتحول لعادة تلقائية بنعملها من غير ما نفكر. ومع مرور الوقت هنبدأ نحس بشعور قوي ومريح جدا، وهو إحساس السيطرة الحقيقية على حياتنا المادية. وأخيراً القسم السادس، الطريق للحرية المالية. عشان نلخص الصورة الكاملة، هي عبارة عن دورة مستمرة من 4 خطوات أساسية. أولاً نراقب مصاريفنا علشان نفهمها. ثانياً نقسم المرتب ونحدد الأولويات. ثالثاً نحول المدخرات دي فوراً علشان نحميها من الاستهلاك. ورابعاً نبني العادة دي بالصبر خلال أول شهر. الدورة دي على قد ما هي بسيطة لكنها الأداة الأقوى والأكثر فاعلية لتغيير مسارنا المالي بالكامل. ولازم دايما نفتكر المبدأ الأساسي ده، الادخار معناه بناء مساحة أمان مش حرمان. لو بصينا للادخار على إنه عقاب أو إننا بنتنازل عن متع الحياة، عقلنا الباطن هيقاوم بشراسة ومش هنستمر. لكن لما نغير المنظور ده ونفهم إن كل جنيه بنشيله هو عبارة عن طوبة في سور بنبنيه علشان يحمينا من أزمات المستقبل ويوفر لنا راحة البال، ساعتها الدافع للاستمرار هيكون أقوى بكتير. إحنا حرفياً بنشتري حريتنا مش بنحرم نفسنا. ومساحة الأمان دي مع الوقت بتتحول لأكبر ميزة تنافسية في حياتنا. الفلوس اللي ادخرناها دي مش مجرد أرقام نايمة في حساب بنكي، دي البذرة اللي بتكبر وتفتح لنا بيبان جديدة، بتوصل لحجم يسمح لنا إننا نستثمرها أو نبدأ مشروع صغير كان نفسنا فيه أو نخلق مصادر دخل إضافية. التحول من مجرد إننا بنحافظ على الفلوس لأننا بننمي الفلوس هو ده التعريف الحقيقي والعملي للحرية المالية. وفي النهاية بعد 30 يوم بس من الالتزام هنلاقي نفسنا واقفين قدام أول مبلغ ادخرناه بجد. مش مهم خالص الرقم ده يكون كبير في البداية، الانتصار الحقيقي والأهم هو البداية الفعلية في ال30 يوم دول، وإننا قدرنا فعلا نمسك زمام الأمور ونتحكم في مسارنا المالي. كسر حاجز الخوف والبدء في التنفيذ هو دايما الخطوة الأهم، وبمجرد ما بناخدها الطريق كله بينور وبيبقى أوضح بكتير. وقبل ما نختم الشرح ده في سؤال محتاجين كلنا نفكر فيه بجدية. إيه هي أكتر حاجة بتسحب الميزانية كل شهر من غير ما نحس؟ التفكير في إجابة السؤال ده هيكون أول نقطة نور في طريق الإصلاح المالي. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.